أعطي الكلمة لممثل المغرب. Merci beaucoup, Monsieur le Président. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. كما أخذ زميلي الجزائري الكلمة، أقول أنني لا يسعني أن أخذ الكلمة ردا عليه. المغرب لا تستغل على الإطلاق حق الرد، وذلك بعد البيانات التي تدلي بها الجزائر، بل أنها ترد على ما تقول هنا. سيدي الرئيس، زميلي الجزائري قد أعرب عن التعازي والتضامن من جانب بلاده، وكنت الأرغب حقا في أن يشير إلى الحداد الذي تمر به المغرب وحالات الإصابات والوفيات والدمار الكثيرة التي تعرضت لها المغرب. كنت أتمنى أن يدفعهم ذلك إلى البقاء صامتين واحترام هذا الحدث الجلل، وأن يقوموا فعلا بالإعراب عن التضامن. فلا يمكن أن نستخدم دموع التماسيح وأن نقوم بمهاجمة بلد لا يزال يمر بمأساة. يمكنكم إبداء التضامن والدعم، ولكن في الوقت ذاته تقومون بدس سمومكم حيث تهينون الموتى والمغربيين. تكررون ذلك على مدار 50 عاما، تقولون أنكم طرف محايد في هذه المسألة وأنكم لستم بطرف فيها. مرت 50 عاما ادعيتم فيها الدفاع عن هذا المبدأ، ولكن من أنتم؟ من الجزائر؟ من أنت يا سفير إن لم تكن طرف في هذه المسألة؟ ما الذي كان يدفعك إلى أخذ الكلمة إن لم تكن طرفا في هذه المسألة؟ استمعنا في فترة ما بعد الظهر إلى الكثير من الوفود التي استغلت حق الرد، ولكن هذه الوفود لديها نزاعات مباشرة. ولكن لماذا أخذت الجزائر الكلمة؟ أخذتها لأنها محايدة، أم لأنها ليست طرف في هذه القضية، أم لأنها تدافع عن مبدأ أو تدافع عن الاستفتاء؟ أنتم تقومون بتشويه التاريخ حيث تتجاهلون ما تقوم به الأمم المتحدة. تتحدثون عن استفتاء وتتحدثون عن قرارات مجلس الأمن، بينما تنسون أن مجلس الأمن على مدار 23 عاما لم يشر إلى أي استفتاء. ومبدأ حق تقرير المصير. ولكنك كمحام تحاول أن تدافع عن مبادئ وعن انتهاك القانون. إن كنتم حقا تلتزمون بالقانون، إن كنتم حقا تحترمون القانون وكان ذلك جزءا من تاريخكم، لماذا لا تطبقون ذلك في موطنكم حيث هناك من كانوا متواجدين قبل نشوء الدولة ويطالبون بحقوقهم منذ عقود؟ لقد رفضتم أن تمنحوهم هذه الحقوق وترفضون أو تتحدثون عن الشعب الصحراوي. إذن لماذا تقومون بغلق المعسكرات؟ لماذا تمنعون عمليات تسجيل الأشخاص هناك إن لم تكونوا طرفا في ذلك؟ الزملاء الأعزاء، أنتم تقومون بعكس ما تحاولون القيام به. الجميع يتساءل في القاعة لماذا تفعل الجزائر ذلك إن لم تكن طرفا؟ لماذا ترسل الجزائر مذكرة
لليمين العام رفضا للقرار. لا يوجد أي دولة عضو في الأمم المتحدة قامت بإرسال رفض ونبذ لهذا القرار، ولا يوجد أي بلد يقوم بإرسال خطابات تندد وترفض فيها قرارات لا تتصل بها اتصالا مباشرا. لماذا ترفضون المشاركة في الطاولات المستديرة والمشار إليها في قرارات مجلس الأمن؟ الجزائر، أنتم طرف، أنتم ترفضون الاستماع إلى مجلس الأمن وتنتقون القرارات التي تناسبكم وتنسون غيرها. لدي خطاب هنا من زميلك السابق مؤرخ 22 يوليو تموز، ويقول الجزائر على استعداد للنظر في مقترح يخص تقسيم منطقة الصحراء بين الصحراويين ومملكة المغرب. وكان الرد من جانب المغرب في اليوم نفسه هو لا أبدا، لا تقسيم مع أي طرف، لا نقبل أي تقسيم لشعبنا شعب المغرب ولا لهذه المنطقة. أنتم تشوهون التاريخ وتحاولون أن تقدموا أنفسكم وكأنكم لا مصلحة مباشرة لكم، ولكنكم عليكم مسؤولية. إن استمرت الأزمة في الصحراء لمدة 50 عاما أخرى فستكونون أنتم السبب، وبالرغم من ذلك لازلتم تدعون أنه لا مسؤولية عليكم وأنه لا صلة لكم بالأمر، بل الأمم المتحدة. الأمم المتحدة تقول لكم عليكم أن تأتوا إلى هذه المفاوضات، وتعتمد الأمم المتحدة القرارات وأنتم ترفضونها. تتحدثون عن قرارات الجمعية الأخيرة وتتحدثون عن الاستفتاء وتحاولون أن تقدموا الأكاذيب للجمعية العامة وللمجتمع الدولي، كما تكذبون على من تقومون بوضعهم في معسكرات تندوف، وتلوحون بالاستقلال في وجوههم، وذلك لإنشاء كيان يعتمد على جهتكم الأمنية. هذه الجزائر، الجزائر التي تتقدم بالتعازي وتعرب عن التضامن، هي الجزائر التي تسعى لتقويض وحدة المغرب والتي تفعل ذلك على مدار 50 عاما. الجزائر التي حرصت على مدار 50 عاما لتسليح وتمويل ودعم الحركات الانفصالية، الجماعات المسلحة التي لها صلات بالإرهاب الدولي. كان يحدوني الأمل في أن يكون هناك شيء من الاحترام أو المزيد من الاحترام من جانب زميلي الجزائري، ولو حتى لضحايا الزلزال الأخير، ولو حتى إكراما لمن راحوا ضحية الزلزال والأحداث الأخيرة. ولكن يبدو أن ذاكرتكم قصيرة. فلا يوجد مبادئ لحسن الجوار ولا احترام لمبدأ التسوية السلمية للنزاعات، ولا حتى الشجاعة في تحمل المسؤولية عن السياسات وأجندات زعزعة الاستقرار المتبعة في المنطقة. انظروا حولكم إلى ما يحدث، زعزعة الاستقرار الكاملة، حالة عدم استقرار كاملة. الحدود الوحيدة المستقرة موجودة في المغرب، البلد الوحيد المستقر هو المغرب. المدن التي تتحدثون عنها وتدعون أن الصحراء عبارة عن جنة أفضل من المدن في الجزائر، حيث يقف الناس في طوابير انتظارا للحصول على القمح والدقيق والحليب. هذه الجزائر التي تنفق المليارات من الدولارات لتمويل الجماعات الانفصالية وتقوم بتجويع شعبها. اقرأوا التقرير الصادر عن خبير حرية التجمع الذي قام بنشر تقريره بعد أسبوع من زيارته للجزائر، حيث يصف القيود المفروضة على الحركة وعمليات السجن وتوجيه الاتهامات الكاذبة ضد
الأطراف المختلفة. هذه الحرية التي تتحدثون عنها في الجزائر، هذا هو حق تقرير المصير الذي تتحدثون عنه. اسمحوا لشعبكم بأن يتمتع بحق تقرير المصير قبل أن تطالبوا بنفس الحق للشعوب الأخرى. نحن سنبقى حتى نهاية الزمن. انظروا إلى الصحراء وانظروا إلى تقدم التنمية. نقوم بالبناء ونعمل على إنفاذ السياسة سيادة القانون، ونسمح لجميع من هم في منطقة الصحراء وفي المناطق المختلفة ومنها البوليساريو السابقة يستطيعون إدارة هذه المناطق ويستطيعون الحصول على الموارد ويمكنهم المشاركة في الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. أتمنى زملائي الأعزاء أنه في المرة المقبلة عندما تفتحون أفواهكم للحديث عن المغرب أن تفكروا قبل أن تتحدثوا، أن تفكروا مليا، لأنكم وختاما أشكرك. في الواقع يمكن أن أتحدث لساعة أو ساعتين ولكن سأتوقف هنا سيدي الرئيس.